وهيك هلا بكون شارككم تحضيراتي لسحور رمضان. عن جد انتي انسانة طيبة بتستاهلي كل الخير. اللهم صل على النبي. اشتريت فناجين هلال. المبخرة اللي سألتوني عنها واللي حبيتوها وقلتولي موقع اللي انا عم بشتري منه. الله طعمتها بتشهي. صحتين وهنا روحي. سلم ايديك. دول معالق جبتهم ذهبي. انا زيت الزيتون. حبيبي انا عم بتساعدني ماسة، وبيجي له هون ربطات بنربطهم ببيونة وشوفوا شلون بيطلع هيك بهذا الشكل. يسعد لي اوقاتكم صبايا، كيفكم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم عم تشوفوا فيديو اليوم. اشتقت لكم كتير ورجعت لكم فيديو جديد. تفضلوا صبايا. اول شي خلونا نبلش بالقهوة مشان نصحصح. اليوم الفيديو كتير بدكم تحبوه، بدكم تتسلوا معي وتستفادوا منه ان شاء الله. خلوكم معي صبايا للنهاية لتشوفوا طريقتي باللبنة، تنشيف اللبنة. تبلت الزيتون معكم، شفتوا بفيديو الماضي اشتريت زيتون، اشتريت عطون، قلت لكم بدي انزل الطريقة معكم. هلا بهذا الفيديو بتشوفوا كل شي. وفتحت معكم لبس الشرعي اللي وصلني، كمان حابة افرجيكم اياه. هلا قبل ما ابلش معكم الفيديو اليوم حابة اوجه كلام خاص لشخص غالي على قلبي، اليوتيوبر آلاء كمال. آلاء كمال، دعمك إلي كان بدون مقابل وكان نابع من قلب صافي. وجودك بحياتي فرق معي كتير، وكلماتك عطتني ثقة وقوة إني أكمل طريقي. مو أي حدا بيعمل هيك، بس انتي عملتي بكل طيب وصدق. شكرا إلك يا آلاء كمال، وإن شاء الله ربي يجزيكي الخير ويعطيكي أضعاف اللي بتعطيه للناس. عن جد انتي إنسانة طيبة بتستاهلي كل الخير. الله يعطيكي على قد ما بتتمني. هلا صبايا، بالنسبة للأسئلة اللي اجتني عن أسعار الزينة. هلا صبايا، الهلال اللهم صل على النبي سعره 250. وفي الورد اللي اشتريته للهلال بدي أزين فيه الهلال حقه 100. اللهم صل على النبي. واللد اللي بدي أحطه على الهلال كمان حقه 40. المبخرة اللي سألتوني عنها واللي حبيتوها قلتولي سعرها صبايا 250. اللهم صل على النبي. عم بتذكر معكم لاني جد احيانا الواحد بينسى. واللهم صل على النبي. الفانوس الكبير صبايا سعره 400. ايش ضل عندي؟ اللد البرادي صبايا الهلال والنجمة حقه 300. الفانوس الصغير صبايا الابيض سعره 200. ان شاء الله ما اكون نسيت شي. العلب البخور صبايا في انه روايح كتير. هلا انا اخترت ريحة قلت لكم انه ناعمة وهيك نعومة وطيبة بنفس الوقت. اللهم صل على النبي. البخور سعره 40. والقرتي الطاولة صبايا والمخدات بيجي هو قرتي قلت لكم معه مخدتين سعره 150. وفي صبايا اللوحة اللي قلت لكم هيك بدي اعلقها على باب المطبخ كمان سعرها 150. والتانية اللي بدي احطها على باب غرفة القعدة كمان سعرها 150. وهيك صبايا بكون فدتكم بأسعار زينة رمضان. إن شاء الله ما أكون نسيت شي. الله يعيده علينا وعليكم وعمة محمد يا رب. يا رب بلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. كل عام وانتم بألف ألف خير صبايا، وينعاد علينا وعليكم بالخير والصحة والعافية والبركة صبايا. هلا صبايا بدي أطلب منكم إذا كنتوا جداد على القناة ما تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد أنا بنزله. وأكيد صبايا ما تنسوني من تعليقاتكم ولايكاتكم الحلوة. الله يسعد قلبكم يا رب. هلا حبيت أشارككم طريقتي بتنشيف اللبنة. صبايا بنحط مصفاية وتحتها صحن، واللهم صل على النبي، وقماشة تكون نظيفة وناعمة أهم شي. وبعدها عندي هون اللبن 3 كيلو، حطيت له معلقة ونص ملح وبحركه صبايا كتير منيح منشان انه هيك يصير ناعم قوامه. ومن بعدها بصبه بالمصفاية مثل ما شايفين، وبتتركوه صبايا لبين ما ينشف معنا. وهلا بدي احضر معكم تجهيزات سحور رمضان. هلا هون عندي زيتون،
وهون بدي احط له ليمون مقطع شرايح. هاي ليمونة. هلا صبايا بدكم تحطوا الليمون بلدي من شان ما يمرمر معنا. وهون عندي جزرة مقطعتها هيك انا مكعبات صغيرة بهذا الشكل. وهون عندي زيت زيتون ودبس فليفلة وخلطتهم هيك مع بعضهم وبدي اضيفهم فوقهم. وهون عندي معلقة زعتر اخضر، معلقة صغيرة. وهلا بخلطهم كلهم مع بعضهم وبعدها بعبيهم بمطربان. جربوها هاي التتبيلة صبايا كتير طيبة، بتعطي طعمة للزيتون كتير طيبة. جزر، ليمون، زعتر الأخضر، زيت الزيتون، دبس الفليفلة. وهيك جاهز معي. هلا بدي أعبيه بالمطربان. طبعا المطربان يكون نظيف وناشف ما فيه مي. والله بدي أعبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهلا من بعد ما عبيته بسكر الغطا كتير منيح وبحطه بالبراد. شوفوا لي شكله صار بشهي. هلا انا ما بكتر الكمية، بعمل كل اسبوع باسبوع انه بيضل هيك تازة. فهمتوا علي؟ هلا هذا الزيتون صبايا بس بدي اضيف له ليمون واحركه واعبيه بالمطربان. هلا بحركه كمان كتير منيح وبعبيه بمطربان كمان ناشف. واهم شي تسكروهم كتير منيح وتحطوهم بالبراد. هلا انتو اذا بتحبوا الليمون اكتر فيكن تضيفوا اكتر. بسم الله. جربوا التتبيلات صبايا وتدعولي لاني عن جد طعمتن كتير طيبة. انا دايما بعملن بس هالمرة حبيت اشارك الطريقة معكم منشان انه تستفادوا. شفتوا دايما واحد بحتار انه بسحور رمضان. وهاي الزيتون مع الليمون صار جاهز كمان. وهلا هون عندي بقى تتبيلة العطون. كمان هون عندي دبس فليفلة وزيت الزيتون، بخلطهم كتير منيح وبعدين بضيفهم فوق العطون. وهلا بضيف ليمونتين مقطعين بهذا الشكل. وهون عندي جزرة كبيرة كمان مقطعة مكعبات. وهلا بدي اضيف معلقة كبيرة زعتر اخضر. وهلا بحركه كتير منيح ومن بعدها بعبيه بالمطربان. هلا انا اولادي من بعد ما عملت لهم هاي الطريقة لتتبيلة العطون ما عادوا يحبوا العطون بلا تتبيلة ابدا. جربوها كمان تتبيلة العطون كتير طيبة بتطلع. وهلا من بعد ما حركته كتير منيح بدي اعبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا لي شكله صار بشهي. وهلا بدي احضر معكم كرات اللبنة. وهلا خلينا نبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا انا الكرات ما رح اعملهم كبار. هيك بهذا الشكل. بسم الله. هلا اهم خطوة باللبنة انه ننشفها كتير منيح من المي. بس نشفت كتير منيح بتتماسك معنا. وانتو عم تنشفوها بس ضلت تنزل مي معناتها انه لسه في عليها مي، لحد ما الصحن اللي تحتها صبايا انه ينشف. انه شلون بدي اقلكن ما تعود تنزل مي ابدا، ساعتها مندعبلة. هلا من بعد ما خلصوا كرات اللبنة بدي اضيف الزيت الزيتون.
وهيك هلا بكون شاركتكم تحضيراتي لسحور رمضان. هلا صبايا مثل ما قلت لكم انه انا موسعة لبس شرعي، هلا وصل وبدي افتحه معكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا انا الصراحة كتير كنت مترددة بلونه، بس احمد بده هذا اللون، انا كان بدي زيتي وهو احمد يقول لي لا انا بدي هذا اللون. هلا صبايا هو على التصوير على فكرة اكشف، هو اغمق لونه كتير حلو. يا سلام، كتير صايرة صبايا عم بحب هذا اللبس انا الشرعي، ما عاد تغيرته ابدا، صار لي تقريبا سنة لابسته. وكتير يعني شلون بدي اقلكن مرتاحة فيه صبايا. على فكرة هو مو احمر، هو لونه بوردو، تمام، يعني خمري غامق، بس على التصوير شوفوا شلون بين معنا احمر، بس عن جد كتير هالقماشة حلوة. وهذا الموقع اللي انا عم بشتري منه هو من النت صبايا، كتير عن جد بضاعته حلوة ما شاء الله. هلا بس خلصت تصوير صبايا بصور لكم اياه بلا فلاش، بدون فلاش طلع لونه احلى، ولون شلون بدي اقولكن الواقع يعني صبايا عن جد كتير كتير حلو ما شاء الله. بضاعته عن جد كتير عم تعجبني. اعطوني رأيكم باللون، بس مو هلا، بس اخلص تصوير واطفي لكم الفلاش. وهلا كمان هذا طلبته، انا عندي لباس شرعي بس اللهم صل على النبي الغطا عتق شوي صبايا، واللبس لساته جديد، لهيك رجعت طلبت انا من عنده نفسه اللهم صل على النبي، من عند الزلمه نفسه طلبت، فهمتوا علي؟ رجعت لاني نوعيته ما شاء الله كتير حلوه. هلا هذا صبايا انا قلت لكم انه اللبس لساته جديد، لهيك انه رجعت طلبت الغطا بس. عن جد صبايا كتير مريح كتير حلو، مستر، اهم شي انه مستر وكتير كتير مريح اللبس. وبيعطيلي صبايا كمان هدية معه ما شاء الله. عن جد هالزلمة بضاعته بتجنن صبايا. انا طلبت اللبس الشرعي اول مرة عجبني، لهيك رجعت طلبت من عنده مرة تانية، لاني عن جد ما شاء الله ما شاء الله الله يرزقه، بضاعته صبايا بتجنن. وهيك هلا صورت لكم اياه بدون فلاش صبايا مشان تشوفوا لونه. وهيك هلا من بعد ما طفيت الفلاش قلت اصور لكم اياه وافرجيكم موديله. هلا انا لسه الصراحه ما كويته، بس حبيت افرجيكم هيك الموديل. وشوفوا صبايا الغطا بيجي 3 طبقات، كتير حلو صبايا عن جد اللبس كتير مريح. وبيجي له هون ربطات بنربطهم ببيونة، وشوفوا شلون بيطلع شكلهم كتير حلو عن جد ومريح. كتبولي صبايا رأيكم بالتعليقات، حبيتوا لونه والموديل؟ صراحة انا كتير حبيته. هلا انا كنت مشتية على الزيتي، هلا جبت هذا على طلب احمد وعلى ذوقه، وبعدين ان شاء الله بدي اجيب زيتي ارجع. هلا هون صبايا طلعت على بيزيم، لازمني اغراض كان للبيت، وبصراحة كان لازمني شلون بدي اقلكن اكمل مشترياتي لرمضان. طلعت قلت انه بخلصن ومشان بقى انه ابلش بتفريزات رمضان ان شاء الله. هلا هون ماركة بيزيم عن جد اسعاره كتير مقبولة وكتير حلوة، ودايما فيه عروض. بدي اخد كاسات هدول بستعملهم من بيزيم كتير كويسين، وهيك ارضيتهم اهم شي تكون ماكنة. هلا بنجيب من هاي الماركة ذوقية، إذا طيبة بجيب من الأولاد. تمام. انا دايما العصير بدوقه انا واحمد مشان انه تكون هيك طعمته طيبة، احيانا في عصير بيطلع طعمته مثل المي. إذا ما طيب. طيب ما تخليني أجيبه. لا طيب. طيب أكيد. دوق انت، طعمته طيب مثل عصير بيم تقريبا. إيه والله طيب. طيب هيدا هاي رح اخليها معي مشان ندفع حقها. ايش ضل لازمنا من هون من بيزين؟ نشوف المي
حط فراش اسنان تذكرت. وبدنا إذا العينة محارم العمار. تمام. تفضلوا. طيب والله حبيته. هيك طرد. هلا بدي اخذ من هذا. شوف صبايا طرد المي عاملين عليه عرض، بتاخذوا واحد وواحد مجاني. هذا جيب احمد منه. هلا محارم عمورة اللي بستعمل له اياهم دايما عبجي ما في منهم، يعني على قلبي استعملت له من البيم تحسس كتير منهم. احمد في منهم هون. إنه وجدوا. اي والله يستاهل. هذا اخذ له 2 انه ما بنوجد على طول منهم. تمام. ايه احسن يا علي تحسسنا هدول المحارم. احمد وتبعات الغبرة هدول لا بتغيرن ابدا. تمام. صبايا هدول ايه لازمني. هدول غير لي اللون. احمد كتير عم ببوحوا. انا لون هداك كان الموف نفس الماركة ها صبايا، بس هدول ما ببوحوا. شوفوا هذا اللون. احمد في كشفة وفي غامقة هاي. لا هو من الإنارة عن جد؟ نفس ورجيني هدول. نفس الشيء. هدول عن جد صبايا كتير كويسين. نفس بس الشيء. احمد غير لي اللون عم بوحوا لي البلور. خلاص خالصين من هون. بدي اخذ هذا العيران كمان عاملين عليه عرض. هلا هو 36 27 احمد العرض. هي سعرها 36. تنتين بيقدوا؟ تمام. هلا العصير جبت كرتونة تاني لاني محمد بحبه دراق والبنات بحبوا انه كرز، لهيك جبت له دراق. خلصت تسوق ورجعت على البيت. في كتير شغلات ما حسنت اصور لكم اياها. فضي موبايلي من الشحن. اللهم صل على النبي. اشتريت فناجين هلال كتير كتير حلوين صراحة، عن جد كتير عجبوني وسعرهم مع انه غالي. اخدتهم 400 الفنجانين 400 يعني الواحد ب200. واللهم صل على النبي. جبت معالق، جبت شوكات، جبتهم باللون الذهبي هالمرة. كتير عم بحب لون الذهبي صايرة صبايا. هلا بس خلصنا عشاء ان شاء الله بصور لكم اياهم وبفرجيكم مشترياتي. هلا هون كنت مطلعة السمكة قبل ما انزل على السوق. رجعت دايبة حطيتها بالصينية وقطعت لها جزر وبطاطا وحطيتها بالفرن. وهلا هون صبايا عم بحضر الليمون والطراطور. هلا الليمون بعصره وبحط له توم وملح. الطراطور صبايا طحينة واللهم صل على النبي. طحينة وليمون وتوم كتير طيبين مع السمك. هلا احمد وانا بنحب الطحينة اكتر. الاولاد بفضلوا الليمون اكتر بيحبوه اكتر، لهيك انا بعمل الاثنين. هلا صبايا بالنسبة للسمكة. هلا السمكة الصراحة انا اول مرة بجربها براسها وما بقطعها، بس حسيتها انه شو بدي اقلكم ما بتتشرب التبلة، ما بتطلع طيبة مثل لما بنقطعها صبايا وبنتبلها. يعني انا هي اول مرة بجربها ويمكن ما رح ارجع اعيدها ابدا لاني ما حبيتها. قلت لكم انه ما تشربت التبلة ابدا. يعني حسيت السمكة وقت منقطعها بتطلع طعمتها أذكى صبايا، وقت بتكون مقطعة وهيك متبلة وبتتشرب التبلة. هيك سمكة بحالها أنا ما حبيتها أبدا أبدا. هيك عشان اليوم صبايا صار جاهز. تفضلوا صبايا اشتهيتكم كلكم. هون الليمون والطراطور. هلا بدي أدوق معكم وأكيد أحمد بده يدوق ويقيم لي سمكتي مو سمكاتي. صبايا على فكرة أول مرة بعملها براس أنا السمكة. هي أول مرة بجيب سمكة إنه براسها. يلا روحي دوق واعطيني رأيك. بسم الله نجرب ندوق. صحة روحي. والله طعمتها بتشهي. صحتين وهنا روحي. سلم ايديكي. الليمون ما مرمر صح؟ لا لأني بلدي صبايا. الليمون بس كان مو بلدي بمرمر معنا. هاي الطراطور يا سلام. بسم الله. كتير طالع طيب صبايا. جربوا التتبيلة أنا مشاركتكم إياها قبل هلا. عن جد جربوها بتدعولي. على قد ما تتبيلة السمك بتطلع معي طيبة.
فرجيكم تكملة مشترياتي لرمضان. اخذت هدول الفناجين صبايا، هلا جبت 2. ثواني افرجيكم التاني. هاي الفنجان الثاني، اعطوني رأيكم صبايا حلوين. والله انا كتير حبيتهم، شوفوا شكلهم هلال ونجمة، عن جد كتير حلوين. وجبت هذا كمان صبايا. هلا هذا شوفوا فيه 6 أقسام اللهم صل على النبي. التين مثلا، مشمش المجفف، زبيب بينحط فيه، يعني أكلات المجففة. أكيد فهمتوا علي. كتير حبيته. في 4 صبايا، 4 بيجوا، وفي 6. أنا حبيت هذا 6. وفي له هون كريستال، هيك مثل الكريستال بتتركب هون. جبت هدول الستيكر كمان. هلا فيني ازين فيهم فناجين قهوة بيض مثلا، كاسات هيك يعني. هلا انا حبيتهم هيك صراحة، انه منشان اذا بدي ازين كاسات لإلي وللولاد ولأحمد. شوفوا هدول لأحمد. ثواني عم بتقولكم ماسة. هدول لأحمد واللهم صل على النبي وعمورة ومحمد، وهدول لإلي وللبنات. وهاي لكاسة المي، وهاي رمضان كريم مكتوب عليها. كتير شكلهم حلو. ايه لكن حلوين صح صبايا. انا كتير حبيتهم. حبيتيهم ماسة؟ عمري انا كتير الولاد مبسوطين على تجهيزات رمضان. جبت هدول كمان الصحون صبايا. هدول كتير حلوين، بيجوا 6. وهنا في الهم حبيبي انا عم تساعدني ماسة. وبيجوا صبايا هنن شلون بدي اقلكن، اكبر اصغر. انا جبت اصغر قياس من شان المايونيز، الكاتشب، التوم مثلا، كريم التوم هيك يعني. وفينا نحط فيهم شي تاني، بس كتير حلوين. انا كتير حبيتهم. وجبت هدول كمان المعالق. هلا هدول المعالق جبتهم ذهبي. انا كتير حابه لون الذهبي، صايره كتير عم بحبه صبايا. شوفوا هدول القياس الكبير. هدول معلق بيجوا لهون. وهدول صبايا الصغار. لا مامي هدول 6. هدول عفوا مو الصغار، الوسط صبايا، في اصغر منهم هدول. جبت شوك كمان، الشوكات جبت كبار. ثواني فرجيكم الصغار. وجبت القياس الصغير. شوفوا هدول المعالق السيليكون، هدول كتير بيلزموني، لهيك رجعت جبت منهم. انا عندي بس حبيت هدول لونهم اسود، فقلت بجيبهم لاني عن جد كتير بيلزموني. شايفينهم؟ يمكن 6 هدول. ورجيني. اي صح 6. كتير هدول عم يلزموني. وهي النوعية صبايا عن جد كتير حلوة. هذا المحل عنا اياه ببيع انه يعني شلون بدي اقولكم، كل شي صيني عنده. كتير حلوين صبايا. حتى هيك يعني ملمسهم، شوفوا شلون بينطعجوا معكم، انه هيك لينين يعني. وهيك كانت مشترياتي لليوم. كتبولي صبايا ايش عجبكم اكتر شي. شوفوا لي على الفناجين، عن جد كتير حلوين مع اجواء رمضان. كتير حبيتهم. ولهون صبايا بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم وحبيتوا وتسليتوا معي. اذا عجبكم ما تنسوا تدعموني بلايك واشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد انا بنزله. بحبكم كتير صبايا. بشوفكم في فيديو جديد. سلام صبايا، بامان الله.